أنا راجع من الشغل مهدود، جسمي مرهق وعيني بتقفل. قعدت مستني الفجر قرب والشيطان ماسك في وداني. نام يا عم، ارتاح، قوم كمان نص ساعة. بس عقلي قال لا، الصبح خلاص قرب، قوم اتوضى وانزل الجامع. وانا نازل ما لقيتش المفاتيح، فضلت ادور يمين وشمال والشيطان عمال يوسوس. خلاص اقعد في البيت. تعبان زياد، مرة يضيع نضارتي ومرة يخلينا اتزحلق، وكل ده علشان ما اوصلش الجامع. دخلت لقيت المصلين قاعدين وسلموا عليا بكل ترحاب. احتاجوا حاجة من فوق المكتبة، طلعت اجيبها بسرعة. فوقفت على كرسي وفجأة الكرسي اتشق من تحتي، لقيت نفسي واقع، اتعورت والناس جريت تساعدني. اللحظة دي علمتني حاجة: الشيطان عمره ما بيسيب حد رايح يصلي في حاله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيقول له: اذكر كذا وكذا، حتى يضل الرجل ولا يدري كم صلى. يعني الشيطان دايما بيحاول يشوش ويعطل حتى في أبسط الأمور. بس خد بالك، مهما الشيطان حاول هو ضعيف، الصلاة أقوى. ولولا أن فضل ربنا عليك في الصلاة كبير، ما كانش الشيطان يعمل كل الحيل دي علشان يمنعك عنها. الصلاة خير من النوم، وصلاة الفجر أثابنا